بما أنه معايا ياسين هو اللي يعطيني التفاصيل. ياسين، ما قصة هذه المؤامرة، وهل الملف الجزائري فعلا لن يدرس حتى والتنظيم سيذهب إلى المغرب؟ شوف قدا كل شيء تم نقول لك ربما تحضيره ولا في كاس العالم هذه قدا في كاس العالم، لانه اليوم احنا كنا كتبنا وقلنا باللي الجزائر منذ اليوم الاول من انسحاب غينيا الجزائر ممثله في وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم كانوا اعلنوا رسميا خلال قرعه كاس افريقيا للاعبين المحليين عن ترشح الجزائر رسميا. ولما كان رئيس الكاف في الجزائر تم استقباله كذلك من طرف رئيس الجمهورية، يعني وكان اعطاله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اعطاله كما يقول لك ضمانات، قال له اعطاله ضمانات انه الجزائر راح تمد كل الامكانيات وتسخر كل ما تملك قدا من يعني كل حاجه يمدوها للملف هذا. اليوم لما نشوفوا الملف الجزائري قدا ب6 ملاعب يعني راهي جاهزه 100%. الملاحق يعني فيه مطارات، فيه فنادق، فيه كل الملف الجزائري متكامل 100%. ولكن نظن قدا انه بعض الدول وعلى راسها قدا نقولها صراحه المغرب يحاولون يعني بكل الطرق باش يدوا احتضان كاس افريقيا من الجزائر. انا نظن قدا نقولوها دائما بلي انه حتى رئيس الكاف قدا البلد اللي يروح ليه يقول بلي انتم عندكم احسن بلد واحسن الملاعب، عندكم احسن، ولكن نظن قدا عنده علاقات وطيده مع المغرب. نظن قدا بطريقه او باخرى راح يعطي لهم نسخه من نسخات. يقولوا انه اعطى لهم نسخه 2025 ويعني ما يقدرش يمد يعني لنفس البلد من نفس المنطقه شمال افريقيا في 2027. نظن اخر الجزائر الى 2029 ومد الملف المشترك الى يعني الملف المشترك بين بنين والبنين في 2027. ولكن كاين لجنه راح تجي بداية من 25 جونفي إلى كل البلدان لتعاين. ولكن نظن قدا أنه لازم نتحرك ونظن الدبلوماسية الجزائرية اليوم قدا لازم تتحرك